مثلا التدخين، السهر، ومشروبات الطاقه، فايه خطورتها على القلب؟ بص يا فندم، يعني احنا ايه طول النهار قاعدين ننصح الاكل الصحي وكده. الاكل الصحي مش يعني كمان هو في بعض الاخوه الزملاء الاعزاء من الناس بقوا دلوقتي كتير قوي بيشتغلوا حاجه اسمها تغذيه، يقول لك اخصائي تغذيه او دكتور تغذيه. هي التغذيه ده لها دور مهم جدا في ان انا مثلا انا لما باكل اكل ما فيش فيه ملح كتير بالجرعه المطلوبه، وبتاع التغذيه يقولها لي، يقول لك الانسان مثلا محتاج 2.5 مللي جرام مثلا صوديوم كلورايد في اليوم، ما ينفعش الا عن كده، وما ينفعش ازود، لان لو زودت ضغطي هيعلى، لو زودت هخزن ميه في الجسم، لو زودت. فالتغذيه دي شيء مهم جدا، لكنها مش لا تغني عن العلاج، لا تغني عن العلاج، لا تغني عن العلاج، هي عامل مساهم. يعني ايه؟ يعني انت لو اتكلمتي على ضعف عضلة القلب، التغذية لها دور مهم جدا، اكيد مشارك وليس اصلي. تمام. هو كله مع بعضه، مش عايزين نقلل من شيء. يعني مثلا مريض ضعف عضلة القلب لو مثلا هو بياكل ملح الطعام هيجيله ارتشاح يعني ارتشاح ميه، مش هيعرف يتنفس. صح. فانت التغذيه مهمه، مهمه ببساطه، لكن انت تقول لي انا هعمل كده ومش هاخد العلاج، هعمل كده ومش هعمل قسطره، هعمل كده ومثلا مش هعمل زرع قلب، مش، لا مفيش كده، هي كله متعاون. واحنا ماشيين بحاجه اسمها الطب الخاضع للبحث او الخاضع للبحث العلمي اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، اللي هو اسمه الغربي. لان مثلا في الحاجات الصينيه وهي برضو، انا مش هنا بصدد اقول مين صح من مين غلط، انا هنا بقول ان احنا العالم كله متبع اللي هو الايفيدنس بيزد ميديسين، اللي هو العلاج او الطب الخاضع للبحث العلمي والتجربه. مظبوط. فما قدامناش غير كده. ما يجيش حد في حد قريب كان عامل ترند على الميديا يقول ايه ده الراجل بيقول ايه، بيقول كلام لذيذ جدا وياخد الناس في حته حلوه جدا. يقول انا زي ايه؟ ادينا علاج سكر طول عمرنا والسكر ما راحش، يبقى خلاص ما ناخدش علاج سكر. يا جميل، ما هيموت في سنه بدل ما يموت في 10. يعني انت النهارده هو هيبطل علاج مظبوط. السكر، وانت جميل جدا وانت اقنعته، هو بيتكلم بحجه تبدو صحيحه. ما هو بيقول له ايه، انت بقالك 100 سنه بتاخد علاج سكر، خفيت؟ لا ما خفيتش. ما هو ما يبقى خفش، ملوش لازمه. بس فيقول له بقى وقف لا طبعا، ما هو ما خفش، هو ما عالجش المرض علاج قاطعي، لكنه الراجل بيمارس حياته بصوره كويسه وطبيعيه، شبه طبيعيه وكذا وكذا. تمام. ما ينفعش ابدا العب بالالفاظ، صح. ما ينفعش العب بالالفاظ، لازم اكون يعني حتى وبرضه لازم يكون في رقابه. هو اصلا يعني ايه، يعني مش من حق كل حد يتكلم فيما لا غير هو مخصص ليه، وده دور الاجهزه الرقابيه في الدوله. يعني من يتحدث فيما لا يعلم لابد ان يتم التحقيق معه، مش لازم تحقيق معه من قبل مثلا اللي هو كاجراءات لا، قانونيه. ممكن مثلا نقابات، ممكن تمام. جمعيات علميه، والجمعيات العلميه يبقى ليها السلطه بقى ان هي تحاول بعد كده النيابه، او النقابه تحاول بعد كده النيابه. انت تمام. ليه بتقول الكلام ده بناء على ايه؟ يعني تمام. وانت مين؟ صح. يعني انت حضرتك، ما انت يعني مثلا ما ينفعش ابدا، ده في ناس ما لا تمت للمهن الطبيه بصله. انا عايز اقول لحضرتك الطبيب البشري في تخصصات، في تمام. مثلا قلب، في بطنه، في مثلا مسالك، في كذا في كذا. القلب في تخصصات، اكيد. في بتاع كهرباء، في بتاع جراحه. قسطره، في جراح قلب، مظبوط. في بيعالج ميديسين، بيدي علاج كويس. تخيلي القلب اللي هو القلب برانش مش واسع، لكنه برانش متقدم ودسم في تقدمه. فهو عملوا تخصصات في حقيقيه، يعني في حاجه اسمها حد بيعمل الاستراكشرال اللي هو ثقب القلب بيقفله بالقسطره، ده تخصص. فانت تيجي وانت مثلا مش معاك اصلا بكالوريوس طب
وتتكلم في علاج القلب وتقول اصل هو العوده للطبيعه. امال هو مين قال لك ان احنا لا نعود الى الطبيعه؟ تمام. يعني ايه، يعني ايه العوده الى الطبيعه؟ هو احنا عملنا ايه عيب او حرام؟ يعني ايه اللي حصل ده؟ احنا بنحاول نساعد. ومما لا شك فيه ان التقدم العلمي النهارده احسن بكتير جدا 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 من ما سبق، وكل يوم بيتطور، وكل يوم بنقلل اللي هو باي ستاتستيك بالاحصاءات اللي هي الموربيديتي والمورتاليتي، يعني مش عايز اقول الوفيات والاحساس بالمرض او كده. تمام. فطبعا دي حاجات مهمه جدا. طب يا دكتور طب ايه بقى المهم يا دكتور؟ نكمل. ايه المهم؟ المهم ان احنا المرضى خاصة المريض هو مشكلتنا كلنا ان احنا بنخاف، انا كمان. واحنا الدكتور ده دايما بنحس ان هو بيتكلم بمفاهيم اخرى عن مظبوط. المجتمع الى حد ما. مظبوط. فلازم نقرب من بعض. يعني لازم الدكتور ده يطلع يقول لهم احنا عاديين جدا، وانت حضرتك عندك مثلا يعني الدكتور يطمن الحالة اللي قدامه، يطمن المريض بدون تهويل ولا تهوين. مظبوط. يعني ما اقولوش انت ايه مثلا واحد يعني انا امبارح عندي مريض عنده ذبحه واضحه جدا جدا، بس هو جاي خايف. فكل ما يقول لي كل ما اعمل له حاجه ايه الاخبار اقول له كويس. تمام. بس ما ينفعش يروح وانا قايل له كويس. هو بقول له بس كويس واحده واحده، بس واحده واحده، كويس كويس كويس. بعد كده جبت له ورقه وقعدت اشرح له عوامل الخطوره، وانت عندك عوامل خطوره كتير، ورسم القلب فيه حاجه بايظه بس مش لازم تبقى صحيحه. مظبوط. بس هي في حاجه